انا جاي افطر في الكنيسه اللي ورايا دي. متخيلين؟ عمرك شفت قبل كده مطعم جوه كنيسه؟ انا جاي افطر فيهم في رمضان. تعالى اوريكم الاجواء وتشوف المطعم والكنيسه من جوه. كعبه جوه الكنيسه. Bir tane işlem olacak. Ben de yumurlamayla ama fotoğrafını açmak ومطعم شراب في تقريبا 24 نوع من الشراب. Bulgur köfte, et ve nohut var. Tamam kızı bitti. Şimdi Şey et var, vardı. esmaşı var mı abi? O var. Şöyle salçalı. Tamam ben de esmaşı var. mercimek çorbası. هنشوف المكان من فوق عامل ازاي. غريب أوي المكان، سبحان الله. من بعد ما كان كنيسة في وقت من الأوقات والناس كانت بتتعبد فيه، جه وقت والموضوع اتشقلب تمام، اتحول لمطعم. والمطعم ده الناس في رمضان بتيجي تفطر فيه ومستنيين اهو. تمر اهو، جايب لنا تمر وميه. واكتشفت كل اللي موجودين في الدور التاني كلهم حاجزين ترابيزات وقاعدين علشان يفطروا جوه الكنيسه. هو الموضوع غريب شويه، لكن حاسس ان هو في انتصار كده، في عزه شويه. من الحاجات اللي انا بستغربها اصلا ومنتشرة جدا في اوروبا وفي اماكن كتير، ان الكنائس بعد ما يبقاش المكان فيه عبادة بيتحول لاي حاجة. يعني في اماكن الكنائس تحولت فيه لبارات، تحولت لفنادق، تحولت لمطاعم، تحولت لحاجات كتيرة جدا. كل حاجة يعني مفيش قدسية زي عندنا كمسلمين. المساجد عندنا مستحيل ان انت تلاقي مسجد مثلا قل في عدد المصلين، فما بقاش في يعني حركة او رجل بتروح المسجد كتير فنحوله بقى نخليه اي حاجة تانية. لا، يعني نادرا جدا اصلا لما تلاقي حاجة زي كده، ولو حصلت يعني هيكون يتحول لحاجة في نفس القدسية بتاعته والاحترام بتاعه. الحمد لله على نعمة الاسلام. ده المكان، الناس كلها قاعدة ومستنية. المنظر اللي انتوا شفتوه ده كان غريب جدا بالنسبة لي أول ما طلعت بصراحة. اتفاجئت، يعني متوقعتش ان هم صايمين اصلا وجايين حاجزين الاماكن دي علشان يفطروا فيها. بس الراجل تحت واحنا بنطلب الاوردر قال لنا ان المكان فوق محجوز بس للناس الصايمة والناس اللي جاية علشان الفطار، وان انا تستنوا شوية وهننزل لكم الاكل قبل الاذان على طول. فالناس كلها قاعدة ومستنية الاذان علشان تفطر. سبحان الله. تشكر. تجربة مختلفة وجميلة وجديدة وغريبة. الأذان أذن، الناس كلها بدأت تفطر. الفطار اللي هنفطره جوه الكنيسة. هنا كاليباتشا، لحمة راس. وهنا شوربة فيها برغل وحمص وقطع لحمة وقطع كفتة كده صغننة. عشان الأتراك عندهم مشكلة في موضوع الملح والبهارات دي، مش عارف ليه. بسم الله. بيدوب كده، بيدوب. الله، احلى شوربه بحبها في حياتي اسمها كاليباتشا، لحمه راس. بجد انصحكم ان انتوا لو جيتوا اسطنبول او جيتوا تركيا بشكل عام، لان هي منتشره جدا في تركيا، لازم تجربوها. في مطاعم كامله، يعني اللوجو بتاع المطعم بيبقى اسمه كده كاليباتشا شورباسي. فبجد يعني تستاهل. الناس كلها فطرت ونزلت. بصوا الاجواء،
الشباك بتاع الكنيسة. دي انواع الشرب والاسعار بتاعتها. بصراحة انا معرفش كلها، بس في منها انواع كتير يعني، في مشروم، في بالطماطم، في يعني الاتراك برضه عندهم شرب غريبة، يعني عندهم شرب كتيرة جدا، انواع كتيرة جدا، وفي نفس الوقت شرب غريبة جدا. آية الكرسي جوه الكنيسة. اتوقع نروح نفطر بقى في مكان تاني بقى عشان يعني شوربة، يعني مفيش حد بيفطر على شوربة يعني. بنهزر بس تجربة سريعة وجميلة، والمطعم يستاهل بصراحة الزيارة. شكرا لكم على المشاهدة، ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وبجرب كده ان انا اصور فيديوهات قصيرة ونشوف. السلام عليكم.